استنى ما تقفلش الفيديو. لو قناتك بقالها شهر او شهرين وبتنزل بانتظام والجودة كويسة وبرضه مشاهدات قليلة او مشتركين مش بيزيدوا، خليك معايا، لان الغلطة اللي هحكيها لك دلوقتي انا عملتها بنفسي وخليت قناتي توقف شهرين كاملين، وانا فاكر ان المشكلة في اليوتيوب، طلع العيب في انا. المشكلة الحقيقية اللي أنا كنت فاكر إن أي حاجة اسمها شرح تبقى نفس المحتوى. أنا نفس المحتوى اللي بقوله ده شرح، يعني أنا بتكلم على محتوايا، دي ملحوظة ليكم. أي حد بيفكر نفس محتوايا يبقى يكمل الفيديو، برضه لو مش نفس المحتوايا تكمل الفيديو برضه عشان تستفيد بكل الأخطاء اللي أنا عملتها في قناتي. تمام؟ يعني إيه؟ فيديو مثلا كنت بعمل عن معرفة باسورد الواي فاي، أو فيديو عن إخفاء الإعلانات، أو فيديو عن مثلا كنت أكواد وحركات وحاجات زي كده. المشكلة كنت فاكر ان كده القناة شاملة، لكن الحقيقة طلعت غير كده. كده القناة متلخبطة. اليوتيوب مش بني ادم، اليوتيوب نظام وبيحب الوضوح قوي. يعني ايه الغلطة اللي كنت بعملها؟ كنت كل شوية اغير نوع الفيديو. يعني مثلا يوم كنت انزل فيه معرفة باسورد الواي فاي، تمام، ويوم مثلا كنت انزل فيه تطبيقات، ويوم كنت انزل فيه اكواد. واللي اشترك عشان الواي فاي مش مهتم بمشاكل يوتيوب، واللي مهتم بيوتيوب مش مهتم بالاكواد. فناس تشترك وبعدين تلغي واليوتيوب يتلخبط ومش عارف يظهر الفيديوهات لمين. مقارنة بين المحتوى الجديد والقديم هقوله لكم دلوقتي. خلينا اوريكم الفرق عملي. اول حاجة المحتوى القديم اللي هو ظاهر قدامكم ده، شوفوا زي ما انتم شايفين كده، كان في طريقة ازالة جميع الاعلانات، ومعرفش طريقة واتساب، ومعرفش كيف انزل فيديوهات، وما حاولش. يعني شايف ده كله كان محتوى قديم، ما دي معرفة باسورد الواي فاي. بس منكرش اللي هو كان جايب لي مشاهدات صح، تمام، بس المحتوى ده برضو اللي هو ايه، المشتركين يشتركوا مثلا بالحب، مش هتلاقيهم على طول معاك. بعد كده بدأت واحدة واحدة. شوف بعد كده اتطورت، بقيت اعمل غلاف قناة. بعد كده اتطورت، بص كده بقيت دخلت على مشاكل يوتيوب. فالغلطة دي هي اللي خلتني ان اليوتيوب يعاقبني شهرين دول ولا مشاهدات جات لي. مفروض اقل واحد فينا في الشهرين دول بيكون مكتسح اليوتيوب، على الاقل يكون عنده 500 مشترك، لكن انا ما جبتش غير ال 100 مشترك بس، وكنت فرحان بيهم. لكن اي حد بدالي كان هيوقف، هيقول لا كده انا ليا شهرين وما اعرف شيء. لكن اهم حاجة الاستمرارية يا جماعة. تمام، زي ما انتم شايفين بصوا، تمام، كل هذه فيديوهات. بعد كده اللي انا عملته، اللي انا بطلت انزل اي محتوى قديم مثلا زي الواي فاي زي ما شفته لكم، والاكواد والبرامج والكلام ده كله. سبت الفيديوهات القديمة كلها تموت لوحدها. بدأت انزل كل يوم فيديو في نفس الاتجاه، مشاكل يوتيوب زائد نصائح زائد الادوات زائد الذكاء الاصطناعي، زي كل الفيديوهات اللي قدامكم دي. تمام. والنتيجة بعد التصحيح كان اليوتيوب بدأ يفهم القناة، الجمهور بقى أوضح، متوسط المشاهدة بدأ يتحسن، القناة بدأت تعلى معايا. زي ما انتم شايفين كده، لو دخلنا على الفيديو اللي لسه منزلينه، شايفين متوسط المشاهدة كام؟ ادي دقيقتين 49 ثانية. تمام، يعني بيجي المشاهد يكمل خالص. ده الوقت. لو جينا مثلا على المحتوى القديم، لو جينا مثلا على الفيديو طريقة إزالة ده، شايف زي ما انت شايف دقيقة، شايف وقت الساعة 4 ثواني يعتبر، أو 22 ثانية زي ما أنت شايف. الاحتفاظ بالجمهور 22 ثانية. لكن الاحتفاظ بالجمهور لما بدأت أطور في المحتوى، شوف بيجي إيه، بيجي دقيقتين 49 ثانية. يعني في محتوى بيجي إيه، بيجي يعلى معايا شوية وشوية. نصيحة مهمة ليك ويا ريت تسمع بها: لو قناتك جديدة أو وقفت، اختار أول حاجة، لازم تختار تخصص واحد. يعني إيه تخصص واحد؟ يعني تعمل اتجاه واحد. يعني إيه محتوى واحد، ما تنوعش في المحتوى. اتنين، ما تقسمش النتائج يوم بيوم. يعني ايه؟ يعني ما اجيش مثلا نزلت الفيديو دلوقتي اشوف نتائجه زي دلوقتي مثلا، لا اكيد هتحبط. لا، تشوفه مثلا بعد اسبوع، بعد اسبوع تبدأ تشوف القناة شغالة ولا لا. لو لقيتها شغالة تمام، لو لقيتها مش شغالة شوف الغلطات اللي بتعملها واعمل ايه عكسها، واعمل ايه وطور منيها. تمام. بعد كده ما تقارنش نفسك بقنوات كبيرة، عشان لو قارنت نفسك بقنوات كبيرة هتلاقي نفسك خسران 100%. لو حاسس ان قناتك واقفة، وراجع المحتوى مش اليوتيوب، راجع الاتجاه مش المشتركين، ومع الوقت والتركيز القناة هتبدأ تكبر. صح، مع السلامة، سلام.